الافلام. مين فينا مش بيحب الافلام؟ كلنا بنحب الافلام لانها الوسيله الوحيده اللي بتخرجك عن همومك ومشاكلك في الحياه وبتخليك تعيش حياه خياليه ومختلفه لابعد درجه. ولكن مشكله اغلب الافلام انها للترفيه والتسليه فقط، هدفها الوحيد انها تديك دوبامين او سعاده مزيفه لفتره قصيره. انما الفيلم بتاعنا النهارده مختلف تماما، هو بيعلمك دروس كتيره جدا هتفيدك في حياتك، وفي نفس الوقت الفيلم ممتع جدا ومليان احداث سريعه ومثيره جدا جدا. ونهايه الفيلم من اكتر النهايات المؤثره والمحزنه في تاريخ الافلام، اللي بتخليك كده مثلا تكتئب لمده اسبوع. مش للدرجات دي يعني، بس احنا بنتكلم عن فيلم ليون ذا بروفيشنال اللي نزل في سنه 1994 من بطوله العبقري جان رينو، اللي ابدع في الشخصيه لدرجه ان كنت بترعب منه لما يظهر في اي مشهد. الفيلم مش مجرد فيلم اكشن مليان ضرب نار، لا نهائي، هو عبقرية الفيلم في العلاقة ما بين الطفلة والقاتل المأجور، وانهم ازاي هيقدروا ينتقموا من الشرير الحقير ده. الفيلم محتل المركز ال 44 لأعظم أفلام التاريخ، اللي يعتبر أيقونة وفخر الصناعة الفرنسية، واللي لازم تشوفه ولو مرة واحدة في حياتك. فمن غير ما أطول عليكم يلا بينا. I like these calm little moments before the storm. هنبدأ بالمشهد الافتتاحي اللي حرفيا من أول دقيقة في الفيلم هتدخل في الأكشن والإثارة من غير أي مقدمات، فعاوزك كده تتحمس معايا. بنبدأ مع ليون وبنعرف إنه قاتل مأجور وبيتكلف بمهمة من الرئيس بتاعه توني، واللي عبارة عن إنه يهدد شخص اسمه جونز، لأن جونز ده بيشكل خطر كبير ليهم في تجارة المخدرات، ولازم يهددوه علشان يهرب من المدينة. فليون بيقبل المهمة، فبعديها على طول بنشوف جونز وهو داخل الفندق بحراسة كبيرة جدا، وبنعرف إنه شخصية قوية في المدينة. ولما بيدخل الغرفة بيجيله مكالمة من واحد من رجالته، ولكن بنعرف إنه تحت تهديد السلاح، وبيقول له باختصار شديد إن المجرم قادم إليك. وبيسمع جونز صوت إطلاق النار، واللي بنعرف إنه مات. وبعدها جونز بيروح يبلغ رجالته ان في مجرم طالع دلوقتي، فالحراسة كلها بتجهز وبينتظروه امام المصعد، واللي بيطلع منه ايد شخص غريب. فبسرعة بدون اي تردد بيطلقوا النار عليه، ولكن بيكتشفوا ان دي جثة الشخص اللي مات في البداية. وبنلاحظ ان القاتل بيتلاعب بيهم بكل سلاسة، وبيقرروا يتفرقوا علشان يقبضوا على المجرم. ولكن دي كانت اكبر غلطة عملوها، لان القاتل قرر ينفرد بكل واحد من مساعدي جونز بطرق مختلفة. وبنعرف ان القاتل ده خطير جدا جدا، لدرجة ان جونز بيشك ان في عصابة كاملة بيحاولوا يقتلوه مش شخص واحد، وبيأمر رجالته انهم ياخدوا المخدرات والفلوس علشان يمشوا. ولما بينزل جونز بيقرر انه يأمر رجالته انهم يطلعوا بره يخلصوا عليه، ولكن بيحصل اللي ما كانش متوقعه، كل الابواب بتغلق عليه ورجالته بيموت منهم واحد ورا واحد. شوف الرعب والخوف اللي في وشه. وبينظر له ليون نظرة مرعبة، فبيطلق جونز رصاص عشوائي علشان ينهي عليه، ولكن بلا فايدة. واللي بنشوفوه بيهرب بسرعة علشان يكلم الشرطة ويبلغهم ان هناك شخص يريد قتله. ولكن ليون بيظهر من خلفه وبيحط السكين على رقبته، واللي جونز وهو مرعوب بيقترح عليه بكمية مخدرات كبيرة جدا بس يسيبه يرحل. ولكن ليون بيرفض وبيأمره انه يرحل من المدينة فورا، وبيقول له فهمتني ولا لا؟ فجونز بيهز راسه كده وبيطلق سراحه وبيختفي. وده اللي كان مطلوب منه بالظبط من الرئيس توني. وعرفنا في المشهد الافتتاحي من الفيلم ان ليون قاتل مأجور محترف من الطراز الرفيع، وبينفذ اي مهمة بتطلب منه، وانه شخصية صارمة لأبعد درجة. نكمل وبنشوف بعدها ليون وهو في السوبر ماركت وهو بيشتري حليب، وبعديها بيدخل المبنى اللي ساكن فيه، واللي بيشوف ماتيلدا الشخصية الأساسية في الفيلم، اللي واحد من أعمق وأعظم وأحزن الشخصيات في تاريخ الدراما بدون أي مبالغة. شخصية معقدة واللي لازم تركز معاها جدا، واللي أول ما بيشوفها ليون بيسألها انت ليه خفيت السيجارة؟ فبترد عليه رد غريب جدا جدا الصراحة، وبتقول له ان المبنى مليء بالاوغاد اللي ممكن يبلغوا لوالدي. واللي كمان بيلاحظ ليون ان في جروح في وشها، وبيسألها مين اللي قام بضربك؟ فبترد انها سقطت من اعلى درجتها، ولكن بيبدو انها بتكذب جدا جدا يعني، وان وراها قصة كبيرة. وبنشوف والدها وهو بيتكلم مع تجار مخدرات، وبيتكلموا على المخدرات اللي بيخبوها عنده في البيت، وان ميلك بيقول له ان كمية من المخدرات ناقصه، وبيتهموا ان هو اللي سرقهم. ولكن بيرفض والد ماتيلدا نهائي، وميلك خلاص نفذ صبره وبيقرر يقول لرئيسه.
ستان اللي واحد من أرعب الأشرار في التاريخ بدون برضو أي مبالغة، الضابط الفاسد السايكوباتي المجنون واللي عاوزك تركز معاه جدا جدا برضو. فلما بيعرف إن والد ماتيلدا مش راضي يعترف بينظر له نظرة مرعبة، بص ملامح وشه مرعوب، وبيتقدم له وبيقول له بص أنا مش هأذيك بس أمامك يوم واحد فقط لتعرف من السارق. وبعديها بيمشي، وبعديها بيذهب والد ماتيلدا وهو متعصب جدا علشان بقى يطفي غليله من الرجاله اللي هنوه. قرر انه يضرب ماتيلدا ويعاقبها، واللي طبعا ماتيلدا بتعيط وبتمشي، واللي بيبان من غير ما اتكلم ان علاقه ماتيلدا بوالدها سيئه جدا وسطحيه كمان، ومفيش اي حنان اتجاه والدها نهائي. واللي بنشوف ليون كان سامع كل الحوار ده، وبعدها ليون بيكمل يومه عادي جدا، واهم حاجه عند ليون انه يهتم بالزرعه بتاعته وانها جزء من روتينه اليومي، واللي عاوزك تركز معاها جدا جدا لانها مهمة جدا وبالذات في مشهد النهاية. وبينام ليون وفي اليوم التالي وبنعرف ان والد ماتيلدا خلاص اتورط في موضوع ستان وفقد الامل، وبنتعرف على عيلة ماتيلدا، امها واخوها الصغير واختها الكبيرة اللي كانت دايما بتضرب ماتيلدا لاسباب تافهة، وده عكس علاقتها مع اخوها الصغير اللي كانوا بيحبوا بعض جدا. وبيسمعوا تليفون بيرن فبترد ماتيلدا، وبنعرف انها مكالمة من مدرسة ماتيلدا، واللي كانوا عاوزين يبلغوا عيلتها ان ماتيلدا غابت من المدرسة لمدة اسبوعين كاملين ومحتاجين سبب لغيابها والا سوف تنطرد من المدرسة. ولكن ماتيلدا بتجسد شخصية امها وبتقول ان ماتيلدا ماتت، وده تجسيد يعني ان ماتيلدا ماتت نفسيا، فهمتني؟ وبعدها بنشوف ليون وهو خارج من البيت ورايح للسينما وكان مبسوط جدا، ولما بيرجع بيشوف ماتيلدا واللي بيلاحظ جروح كبيرة جدا في وشها، فبيعطيها منديل لكي تمسح الجروح. فبتسأله ماتيلدا وهي مقهورة هي الحياة دائما صعبة ام في الطفولة فقط؟ فبيرد عليها ان الحياة دائما صعبة وبيمشي، ولكن بتوقفه ماتيلدا وتقول له انا رايحة السوبر ماركت اجيب لك حليب معايا. فبيستغرب ليون جدا جدا انها عرفت ازاي انه بيحب الحليب، وبيوافق ليون وهو مستغرب. فبعديها بنشوف رجالة مسلحين بيوصلوا للمبنى بقيادة ستان. اسف على المقاطعة بس عاوزك هنا تجهز لان المشهد ده هو محور واساس الفيلم كله اللي اتبنت عليه احداث الفيلم كله يعتبر، واللي يعتبر مشهد ايقوني وماستر بيس ومليان كده اكشن واثارة، واللي هيوضح لك شخصية ستان جدا جدا وانه ازاي شخص مجنون. نكمل وبنشوف ستان وهو بيتعاطى نوع مخدر قوي وبيتجهز للكارثة الكبرى. ايه المنظر ده يا عم؟ وبيقول احب اللحظات الهادئة قبل قيام العاصفة، والجملة دي لوحدها بتخليك تتوتر وتقلق قبل اي حاجة. واللي بيكون ليون شايف اللي بيحصل وبوم بيقتحم البيت، واللي اولا بيقتل الام والاخت الكبيرة بتحاول تهرب منه، ولكن للاسف نهايتك معروفة، وبوم بطلقة واحدة انهى على حياتها حرفيا مش جاي يتناقش. وكل ده ووالد ماتيلدا مرعوب مش قادر يعمل حاجة وبيحاول يستخبى، ولكن طفح الكيل. مين ده يا خلبوس؟ وبيدخل عليه ستان ويقرب منه ويقول له انا اعطيتك فرصة بس انت خذلتني. وستان بيأمر رجالته بانهم يفتشوا البيت، ودي بتكون اخر فرصة لوالد ماتيلدا. انت اللي عملت في نفسك كده يا غبي. وبنشوف رجالة ستان وهم بيفتشوا البيت، واللي بيكون الطفل الصغير مختبئ تحت السرير ومرعوب. فاللي بيقرر ستان يترك والد ماتيلدا، واللي بنشوف والد ماتيلدا وهو بيتسحب ببطء شديد علشان ياخد البندقية، فبيطلع البندقية بسرعة وبيقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي جدا، واللي بيصيب ستان وافراد عصابته، واللي بيخاف الراجل ده وبيقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي. فاللي طبعا الطفل الصغير بيهرب بسرعة، ولكن للأسف الشديد بيموت. يا الله على الحزن. وابو ماتيلدا خلاص بيحاول يهرب، ولكن ستان بيصيبه، وبيتعصب ستان اكتر لما بيشوف الدم على لبسه ويقرر يفرغ الخزنة عليه. وده يوضح لك انه شخصية بدون قلب نهائي وبارد لأبعد درجة، واللي يبين لك انه شخصية حقيرة. وبعدها بنشوف ماتيلدا وهي راجعة البيت، ولكن بتشك ان في كارثة حصلت. يا الله. واللي بتشوف جثة والدها وهو ميت، واللي بتبكي من اللي شافته، وبتسمع من ميلكي ان افراد عيلتها كلهم اتقتلوا. فهي بتروح لبيت ليون وبتترجاه انه يسمح لها بالدخول، فبيتردد ليون ولكن بيوافق وبيفتح لها الباب علشان تخش. وفي نفس الوقت الراجل ده مساعد ستان بيكون شايفها، وميلك بيعرف ان في بنت ناقصة في العيلة ومش موجودة في البيت، فبيروحوا علشان يبحثوا عنها. ولكن الراجل ده بيفتكر لما شافها وهي بتدخل شقة ليون، وبيقرب الراجل لناحية شقة ليون، وبنشوف ليون هنا بيصوب مسدسه في الاتجاه اللي بيتحرك فيه. فلما ماتيلدا بتفتح التلفزيون الصوت
بيكون مرتفع جدا، وده ممكن يشد انتباه الجيران، فبينسحب الراجل فورا وبيرحل. وفي نفس الوقت ستان ورجالته عثروا على المخدرات اللي عاوزينها وبيقرروا يرحلوا قبل ما الشرطة تيجي. وبنشوف في الجهة التانية ليون وهو بيعزي ماتيلدا وبيقول لها آسف بما حدث لوالدك. فماتيلدا بترد رد غريب جدا وغير متوقع نهائي، بتقول له لو لم يفعلها احد لربما فعلتها انا. ايه ازاي؟ ممكن يكون ردها منطقي نوعا ما بسبب معاملة ابوها القذرة ليها. وبتكمل ماتيلدا وبتقول انها ما كانتش بتحبهم نهائي لانهم كانوا بيعاملوني معاملة قذرة. فبيسألها ليون طيب طالما انت مش بتحبيهم انت ليه بتبكي؟ فبترد عليه باختصار شديد وهي مقهورة وبتقول له لانهم قتلوا اخويا الصغير، لاني فاكر لما قلت لك انهم بيحبوا بعض جدا عكس اي حد. ركز معايا يا باشا. وبيسألها لو عندها مكان آخر تقيم فيه، بس هي بتقول له لا. فبيقوم علشان يجيب المزيد من الحليب، فماتيلدا بتفتح شنطته واللي بتتصدم حرفيا لأن الشنطة بتكون ملغمة بالأسلحة. فلما بيرجع بتسأله هو أنت قاتل مأجور؟ فبيتردد كده بس بيقول أيوه أنا قاتل مأجور. فبتقول له أنت بتقتل أي حد صح؟ فبيرد عليها باختصار شديد وبيقول أنا أقتل كل الناس ما عدا النساء والأطفال، هي دي القواعد خاصتي. حبيت الشخصية دي جدا جدا والله. فهي بتسأله عن المبلغ اللي هتدفعه لو هتأجر قاتل مأجور علشان تنتقم من الرجالة اللي قتلوا أخوها الصغير. فبيقول لها 5000 دولار للفرد الواحد. ازاي؟ يعني انت لو بتاخد 5000 دولار للفرد الواحد زي ما بتقول ده هيكون شكل بيتك يا اخي اتقي الله. فطبعا بتتصدم من السعر وبتقول له سأعمل معاك بس في المقابل تعلمني القتل واستخدام السلاح. ولكن ليون بيرفض لأنها طفلة صغيرة وده منطقي الصراحة. ولما بيجي وقت النوم بتقول له إنها ليس لديها أي مكان تذهب إليه. فهو بقلب حنون بيقول لها انت مريتي بيوم صعب للغاية، اذهبي الى النوم وسنرى غدا ماذا سنفعل. وبنشوفه هو بينيمها وبتقول له انت كنت لطيف جدا معايا عكس معاملة ابويا ليا وبيمشي. وفي الليل ليون بيقرر انه يقتل ماتيلدا لانه يريد يعيش حياة هادئة بعيد عن المشاكل. ولما بيقرب عند ماتيلدا وخلاص هيقتلها بس بيتراجع في اخر لحظة. وفي اليوم التالي وبنشوف ليون وهو مهتم بالزرعة بتاعته كالعادة وبيمارس تمارين الصباح الخاصة بيه. وبيذهب لماتيلدا وبيقول لها انها لازم تمشي بعد الفطار. فماتيلدا بتديله ورقة وبتقول له اقرا مكتوب، ولكن ليون بيتحرك كده وبيكون مش بيعرف يقرا. وبيقول لها انا كنت بتعلم القراءة مؤخرا ولكن انشغلت في العمل قليلا. وبيسألها ايه المكتوب وبتقول له رد مستفز جدا جدا الصراحة انها تريد ان تصبح قاتلة محترفة بمقابل تعليم ليون القراءة والكتابة. ازاي؟ انت طفلة يا بنتي. وليون خلاص بينفذ صبره وبيعطيها مسدس كهدية وبيقول لها حظ سعيد ليكي انا اعمل لوحدي. فبتحاول ماتيلدا تقنعه ولكن ليون بيرفض تماما وبيقول لها انت لسه طفلة صغيرة وصعب جدا تعرفي تستخدمي السلاح. فماتيلدا بتتعصب وبتاخد المسدس وبتطلق رصاص من النافذة بطريقة سلسة جدا كدليل انها قادرة فعلا على العمل كقاتلة محترفة. وبتقول له بثقة كبيرة جدا ايه رأيك؟ فبينصدم ليون من اللي شافه وبيقرر يديها فرصة. وبعدها بيقرروا يحجزوا فندق بعيد عنهم ليتجنبوا المشاكل. ولما بيروحوا الفندق الموظف ده بيعطيهم ورقة علشان يكتبوا فيها بياناتهم. واللي بتقرر ماتيلدا تتولى موضوع الاستمارة ده منعا لإحراج ليون لأنه زي ما قلنا مش بيعرف يكتب ولا يقرأ. ولما بيطلع له الغرفة ماتيلدا بتقول له إنها عاوزة تبقى قاتلة محترفة وأخيرا طول انتظار. وبالفعل بيقرر يعلمها من الصفر. وفي اليوم التالي بيذهب ليون لتوني اللي هو الرئيس بتاعه وبيطلب منه مسدس للمبتدئين. فبيستغرب توني جدا جدا لانه عارف ان ليون قاتل محترف ذو خبرة كبيرة ليه يطلب مسدس للمبتدئين. ولكن بيقنعه ليون وبيقول له انه بيحب يستخدم كل الاسلحة علشان ما يفقدش مستواه. وبالفعل توني بيعطيه الشنطة المطلوبة اللي بداخلها الاسلحة. وفي نفس اليوم بيذهبوا هما الاتنين فوق سطح مبنى ليعلم ماتيلدا الاساسيات. وبيقول لها ان القناصة دي اول مستوى علمهولك لانه اسهل مستوى لانه بيكون في مسافة كبيرة بينك وبين الهدف. وبيقول لها انه اصعب واخر مستوى علمهولك هو السكينة لانه لازم تكون مسافتك قريبة جدا من الهدف. واضحة قوي يعني. وبالفعل بتنجح ماتيلدا بالتصويب على الشخص المطلوب بنجاح شديد. وبنعرف ان الرصاصة عبارة عن الوان بس. وبيهربوا بسرعة بعد ما عرفوا ان الهدف كان شخصية مهمة في المدينة. وبعدها بنشوف ماتيلدا وهي بتهتم بامور البيت بتنظف الشقة وبتغسل الاطباق وبيعملوا التمارين الصباحية مع بعض. وبنعرف ان الكيمستري او التناغم بينهم اصبح
اقوى عكس البداية وبيشربوا حليب. ثانية نقف هنا، لو انت عندك قوة ملاحظة قوية هتلاحظ ان نص الفيلم حرفيا ليون بيشرب حليب هنا وهنا وهنا. ايه يا عم، ويعتبر في اغلب الفيلم. طيب ليه واشمعنى الحليب؟ الاجابة باختصار شديد، الحليب في الافلام وبالاخص عند الاشرار زي ليون كده بيرمز لطفولتهم المفقودة، انهم مروا بطفولة مش عادية. وتفسير تاني ايضا ان لما شخصية شريرة سفاحة قاتلة بتقتل الناس بدون قلب حرفيا وبتشوفه في نفس الوقت بيشرب مشروب الاطفال الحليب، وده بيخلق تضاد كبير جدا في الشخصية، وده بيخليك تتوتر وتخاف من الشخصية في البداية. وده كان تحليل باختصار شديد، وبالمناسبة يعني الموضوع مثير للجدل جدا جدا. نكمل. وبعدها بنشوف ليون وهو بيدرب ماتيلدا ازاي تستخدم الاسلحة، وفي نفس الوقت ماتيلدا بتعلمه القراءة والكتابة، وتحسهم كده انهم بيكملوا بعض. وبعدها ماتيلدا بتلاحظ اهتمام ليون بالزرعة بتاعته وبتنصحه انه يزرعها في الحديقة علشان تنمو اسرع، وبيبدأوا يلعبوا مع بعض والاجواء لطيفة جدا وفيها دفى كده. وبعدها بنشوف ليون وهو عند توني وبيطلب منه بعض الفلوس، بعد ما عرفنا ان توني بيحوش فلوس المهمات بتاعة ليون كلها. وتوني بيتوقع ان ليون اتعرف على انثى وبيحذره من النساء جدا، وبيقول له انهم غدارين وقاسيين جدا. والله يا عم توني. ولكن بالفعل توني بيعطي لليون الفلوس اللي محتاجها. وبعدها بنشوف ماتيلدا وهي بتتكلم مع ولد في الخارج وبيولعوا سجاير، ولكن ليون بيتدخل وبيحذرها بانها لا تتكلم مع اي شخص غريب في الشارع، وانها كمان تبطل تدخين لانه شيء مضر جدا. السجاير مش ضارة، فطالما مش ضارة انتهى عنها أمر الضرر والضرار، نقطة. يا عم اسكت بقى. ولما بيرجعوا للفندق بيرحل ليون بعد ما قال لها انه لديه عمل، وبتستغل ماتيلدا الوقت ده وبتحن للماضي وبترجع لشقتها القديمة لتاخد ألعابها وبتاخد فلوس والدها اللي كان محتفظ بيها. ولكن بتسمع صوت ستان والشرطة فبتهرب بسرعة تستخبى، وبنشوفه ستان وهو بيقول للمحققين ان والد ماتيلدا هو اللي بدأ بإطلاق النار، فقتله كان مجرد دفاع عن النفس مش اكتر. يا كداب يا حقير. طيب قتلك لباقي افراد العيلة كان دفاع عن النفس برضه؟ وبنعرف اصلا ان ستان عامل في شرطة مكافحة المخدرات ولكن هو فاسد وخائن. فالمحققين بيقولوا لستان عاوزين نتعاون يا ستان، فستان وهو متعصب كده وبيقول لهم تعالوا لي مكتبي لكي نتعاون. واللي بنشوف هنا ان ماتيلدا بتعرف اسم مكتب ستان وبتحفظه، ولما بينزل ستان بيركب عربيته وماتيلدا كمان بتركب تاكسي وبتطلب من صاحب التاكسي انه يتبع عربية ستان. وهناك بتعرف ماتيلدا انه ضابط في مكافحة المخدرات. وفي البيت وبنشوف ماتيلدا بتعطي ليون الفلوس اللي اخدتها من شقتها وبتطلب منه قتل الشخص اللي قتل عيلتها اللي هو ستان مقابل الفلوس دي. ولكن ليون بيرفض لانها مهمة خطيرة وفيها مخاطرة عالية جدا بسبب انه ضابط وليه علاقات قوية. فبتتعصب ماتيلدا وبتقول لليون انت ليه مش عاوز تساعدني؟ فبيرد ليون باجابة منطقية فلسفية بتعكس لك حل ليون، وبيقول لها ان الانتقام مش افضل حل، وبعد ما تقتلي شخص هتندمي طول عمرك. والكلام ده مهم جدا جدا لانه بيعكس حالة ليون وانه مش مبسوط بحياته نهائي، ولكن القدر هو اللي اختار مصيره. فماتيلدا بتاخد مسدس وبتحط فيه 3 رصاصات وبتقول له انا هضع المسدس على راسي وان دي فرصتك الاخيره، وخلاص ماتيلدا هتنتحر. ولكن ليون بيتدخل في اخر لحظه وبينقذ ماتيلدا من الموت. الحمد لله. يخرب بيت التوتر. وبيقرر ليون يجعل ماتيلدا تتعاون معاه في كل المهمات يعتبر، واللي بنلاحظ ان المهمات بتصبح اسهل واكتر سلاسه لليون وبيصبح ليه مسؤوليه كبيره اتجاهها. وبعديها بيذهب ليون يقابل توني ويقول له لو تعرضت لاي حاجه اعطي الفلوس كلها لماتيلدا. وبعديها بنشوف ليون وهو بيذهب لمهمه وبيقول لماتيلدا انها ما ينفعش تذهب معاه لان المهمه دي صعبه جدا وعاوزك تجهز معايا وتركز كده وتصحصح لاننا يعتبر في نهايه الفيلم. فبتستغل ماتيلدا رحيل ليون وبتذهب لمكتب ستان لانها عرفت المكان زي ما عرفنا، وبتشوفه وهو داخل وببطء شديد بتمشي خلف ستان وهي متنكره وبتخش الحمام معاه. ولكن مين ده يا ترى؟ الموت. حرفيا الموت مش جاي يهزر. يخرب بيت نظراته. وبيقرب لها ويقول لها مين اللي رسلك يا حبيبتي؟ ولكن بتكذب ماتيلدا عليه وبتقول له انها بتشتغل لوحدها. وماتيلدا بتقول له وهي بتعيط وخايفه جدا جدا منه انت قتلت عيلتي كلها. وهو بيقول لها ببرود شديد وتناحه كده وهقتلك انت كمان. ده انت سمج.
وبنشوف بعديه شخص من رجالة ستان اللي بيبلغوا ان ميلكي مات، وان الشخص اللي قتله كان محترف وقوي وسريع، وما اكتفاش بقتل ميلكي فقط، لا هو قتل الكثير من رجال ستان، وكأن اللي حدث انتقام شخصي. وماتيلدا بتعرف وانا وانتو بنعرف ان القاتل هو ليون. وبعدها ستان بيأمر الراجل ده انه ياخد ماتيلدا لمكتبه، ولما ليون بيرجع البيت بيشوف ورقة، ولما بيفتحها بتكون ماتيلدا كاتبة فيها باختصار شديد انها ذهبت لتنتقم من ستان، وتركت الفلوس لليون علشان لو تعرضت لأي حادث. فبيتعصب ليون جدا جدا، وبيذهب بسرعة لاسم الشرطة وبيضرب الأمن. ولما وصل لمكتب ستان قتل رجالته في لمح البصر حرفيا، وثم حضن ماتيلدا وهربوا بسرعة. وفي اليوم التالي ماتيلدا وهي ذاهبة لتشتري أغراضها، ولكن في نفس الوقت ستان كان موجود وبيراقبها، وبالفعل للأسف الشديد قبض على ماتيلدا. وبيسألها الشرطي دوت إنها لو بتخبط على الباب بطريقة معينة ومخصصة علشان يمثلوا إنهم ماتيلدا ويقبضوا على ليون بسهولة، ولكن ماتيلدا بتخبط على الباب بطريقة مختلفة تماما لكي تلفت نظر ليون بإن في مشكلة. وبالفعل بعد ما اقتحموا البيت لم يجدوا ليون، وبطريقة ذكية ليون بيغلق الباب وبيبدأ بإطلاق النار من خلف الباب، واللي بالفعل الخطة بتنجح. وبنشوف عدد كبير من الشرطة بيموتوا، وبيعرفوا إنه قاتل مش سهل نهائي. ولكن ستان ما بيسكتش وبيقرر يطلب دعم أكبر everyone، وبالفعل بيوصل الدعم بسرعة شديدة، ولكن ليون ما بيتأثرش كتير. وبنشوفه هو بيقتل عدد كبير من الشرطة، ولكن هو أيضا للأسف بيتصاب بطلقة. واحد من الشرطة بيبدأ يقرب عليه، ولكن ليون بيصوب المسدس عليه وبيأمره بترك ماتيلدا بمقابل إن ليون يتركه يعيش. وبالفعل بيحرروا ماتيلدا، وليون بياخد الشرطة كرهينة. وبذكاء شديد ليون بيطلق على طفاية الحريقة اللي بتغرق المكان مية بطريقة ضخمة، والشرطة كانوا بيطلقوا النيران بشكل عشوائي لأنهم مش شايفين أساسا من المية، لدرجة إنهم كانوا بيقتلوا بعضهم حرفيا. أنت متخيل؟ حرفيا حركة ذكية من ليون. وفي نفس الوقت ليون بينقذ الزرعة بتاعته من الرصاص، وبياخد الفاس وبيفضل يكسر في الجدار، وبالفعل خلق مكان هروب باستخدام الفأس. ولما بتدخل ماتيلدا بتلاحظ إن الحفرة صغيرة جدا عليه، ولكن ليون بيقول لها إنه ما ينفعش هما الاتنين يهربوا مع بعض، وبيودعها وبيشكرها على الأيام الجميلة اللي عاشوها سوا. ولكن الشرطة بتطلق صاروخ ضخم داخل الغرفة، واللي بيتصاب ليون إصابة كبيرة جدا. واللي ستان كان متعصب جدا إن العدد الكبير ده من القوات مش قادرين يقتلوا شخص واحد، أنت مستوعب؟ وبيدخلوا القوات وبيلاحظوا إن واحد منهم اتصاب، ولكن ده اللي بيكون ليون بس متنكر. وبنشوفوه هما بيعالجوه، ولكن ستان بيقدر يتعرف على ليون. وفي نفس الوقت ماتيلدا كانت بتهرب، وليون خلاص بينزل وهيهرب أخيرا، ولكن بيظهر ستان من خلفه وبيطلق رصاص عليه. يا الله ينعل القهر. وستان بيقف امامه علشان يتمسخر عليه ويقول له انا انتصرت عليك ايها الاحمق، ولكن ليون بيضع في يده فتايل قنابل. هوبا الموت منتظرك يا ستان، وبيعرف انه مجهز له هديه جميله. وبوم بيحصل انفجار ضخم جدا جدا. وفي نهايه الفيلم ماتيلدا بتقرر تحافظ على زرعه ليون علشان تفضل تفتكر ليون وتبقى ذكرى جميله جدا لماتيلدا. وبينتهي الفيلم. فيلم عظيم جدا جدا جدا، وزي ما قلت لك في البدايه ان النهايه اسطوريه وتاريخيه ومؤثره جدا، وتفضل متذكرها لفتره كبيره. حرفيا انا شفت الفيلم ده من 6 سنين ولسه متذكر كل مشهد بتفاصيله. وان العلاقه بين ماتيلدا وليون علاقه غير تقليديه نهائي في عالم الافلام، لا هي علاقه مختلفه جدا. فهو باختصار شديد الفيلم عظيم جدا ولازم تتفرج عليه ولو مره واحده في حياتك. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو محتاجين اي فيلم او فكره فيديو محتاجين نتكلم عنها اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تصلي على النبي. وسلام.